وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي رحت يا تعبان وحوينا بضربة يا رمضان وحوي يا وحوي طول ما نشوفك قلبنا فرحان. ويا صلاة النبي. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وبركه. قولوا امين يا رب العالمين. اللهم يا مغير الحال والاحوال غير حالنا الى احسن وافضل حال. طبعا مع بعض مكملين تجهيزات وتفريزات رمضان، ان شاء الله مش هتلاقوا الحاجات دي عند حد، انا بنزل لكم على طول، بنزل لكم باستمرار. فطالبه منكم طلب بسيط خالص، تحطوا لي لايك للفيديو وتشيروا الفيديو لكل اصحابكم. لو تكرمتم، لو لسه مش مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس واختاروا الكل علشان اي فيديو ينزل يوصل لكم على طول. بصوا بقى النهارده، فيديو النهارده حلو جدا يا بنات، تقدروا تعتبروه فيديو اقتصادي، مش شرط كل رمضان بس لازم نعمله. عارفين البصل؟ كلنا عندنا بصل. انا واحده من الناس مثلا بشتري كميه لما البصل يبدا يطلع والناس تبدا تبيعه، بروح جايه واخداه واخزنه عندي. تحطي بقى في مكان واسع، تحطي في مسقط، في شقه فوق منك، في اي مكان واسع عندك، بتجيبي البصل كميه كبيره وتعينها في الموسم بتاعه. في الموسم بتاعه البصل بيكون الكيلو ونص ب10 وساعات بيوصل ل5 جنيه. خلاص ممكن تجيب البصلية اللي هي حجمها الوسط او الصغير دي، اللي مثلا لما تيجي تاكلي بامية تروح جايه تاكليها مثلا معاكي في البامية، اللي هي البصلة الصغننة ديت او بتاعة المخلل، تجيبيها مثلا، تجيبي منها 2 كيلو 3 كيلو للاكل زي كده. ممكن تعملي نص كيلو لحمة وتروح جايه مقطعة بصلاية صغننة زي كده. ما تجيبوش البصل الكبير. ماشي، هتكلم برضو معاكم ازاي نشتري البصل وازاي نشتري حجمه ونختار انهي حجم بالظبط. طيب دلوقتي احنا عندنا بصل كتير واشترينا البصل في موسمه، لان في الايام العادية او مش في موسم البصل الكيلو بيوصل ل35 وب30 وبارقام غالية كده شوية. فاحنا هنشتري البصل في الموسم بتاعه. لما نلاقي البصل طلع والناس بتبدأ تبيع البصل هبدأ تشتري بقى، شوفي كميتك ايه وعدد افراد اسرتك ايه والعدد اللي انت محتاجاه والكميه اللي انت محتاجاها بتجيبيها كل سنه. حابه تزودي بتزودي براحتك برضو حسب احتياجك. طيب انا هنا كيلو ونص بصل ب10 بصراحه حلو، يعني البصل مش بيجراله حاجه، انا هشتري منه كميه وهعينه في مكان حلو ما فيه هوا كده، مش يكون حر ولا كتمه. طب دلوقتي انا عندي الجو حر جدا وناس كتير دلوقتي هتلاقي في بصل من عندهم باظ. انا واحده من الناس كنت كل ما ادخل الاقي مثلا بصلايه بايظه فارميها، بصله هتبوظ. طب انا مش لاحقه مثلا هعمل كل يوم بصل، او انا مش هستخدم كل يوم بصل، فانا مش هستخدم البصل البايظ ده او اللي هو قرب يبوظ، فبالتالي هرمي. لا، انا رحت جايه داخله وابدا افرز البصل واشوف مثلا البصل الحلوه من البصل الوحشه. والله لقيت بصله ماسكه نفسها وحلوه وكويسه جدا من فوق، من العرف بتاعها من فوق، خلاص هسيبها. ابدا اضغط عليها بايدي، لقيتها ناشفه كده وحلوه هحطها. لا انا مش مرتاحه لها وهلاقيها مثلا القشره من بره بتلزق شويه او مش ناشفه كده، خلاص انا هاخدها وهغسلها كويس جدا، هقشرها كويس وهقطعها كويس جدا، وبعدين هضربها في الكبه بتاعتي او هقطعها زي برضو ما انت تحبي. انا بالنسبه لي بعد ما خلصت الطريقه ديت كل شويه والتاني اروح ابص في البصل، لو لقيت بصلايه ولا 2 مش هعملهم، بدل ما اضرب في الكبه ولا الكلام ده بروح جايه واخداهم وحطهم في التلاجة يقعدوا معايا مش بيجرالهم اي حاجه. انما ما تسيبهمش في قلب الحر، وما تسيبيش لو في واحده بايظه، لا انت لازم تفرزي البصل كل فتره والتانية علشان تشوفي لو في حاجه بايظه، لان الواحده البايظه هتبوظ لك كل البصل. وبصراحه يعني الحاجه غاليه، واحنا في غنى عن ان احنا نجيب حاجه ونرميها عشان باظت، لا. فانتي شوفي كل فتره والتانية، خشي البصل عند البصل بتاعك وشوفيه افرزيه. والله لقينا واحده يعني هتبدا بقى ان هي تبوظ، خلاص احنا ناخدها في التلاجة وهحطها في التلاجة مثلا في كيس ولا حاجه، لما اجي اعمل شويه شوربه، اجي اعمل شويه طبيخ، هروح جايه واخداها ومقطعها. طب انا دلوقتي لقيت كميه كبيره بتاع اكتر من 3 كيلو ولا 4 كيلو بصل هيبوظ، لا انا هاخده واحطه في الحوض وهغسله كويس جدا جدا، ما فيهوش اي حاجه. يعني انتوا بص شايفين البصل عامل ازاي؟ البصل ما فيهوش اي حاجه يا بنات. بعدين هضربه في الكبه بتاعتي. خلاص هضربه في الكبه مع معلقه سكر، معلقه زيت، حابه تحطي معلقه ملح بحط، بس انا بصراحه حطيت معلقه سكر واحده بس ومعلقه زيت بس كده. اهم حاجه البصل مش ينفع اقطعه كده واسيبه وبعدين اروح اعمل حاجه تاني او انشر او اكلم اي حد وبعدين ارجع للبصل. لا البصل ريحته بتطلع
وبيبوظ. فاحنا مش عشان نعالج حاجة نبوظ حاجة تانية. البصل هيتغسل كويس جدا، هيتقطع كويس، هيروح على الكب على طول، من الكب على الفريزر. تمام، كله على طول. ما ينفعش تسيب البصل كتير عندك على الرخامة. قطعناه بالشكل ده، هناخده على طول على الكبة وهنضربه ضربتين. شوفي بقى انت عايزة ايه، عايزة مكعبات رفيعة، جوليان، تبشريه براحتك. شوفي انت تقطيعك ايه، مع معلقة الزيت ومعلقة السكر وخلاص. هاخد في الكيس وهفض الكيس من الهواء تماما وعلى الفريزر على طول. اهم حاجة لازم نبطط البصل علشان ايه، مش يبقى كتلة واحدة كده. طيب، عايزه اقول لكم انا طلع كميه تنظيف من البصل كتير جدا. يعني اللي هو البصل انا بايظ او انا مش هستعمله، او لما اكون مثلا عايزه افصل بين الجزء البايظ والحته السليمه، فبلاقي بصل كتير طلع مني. البصل ده مش ترميه في الزباله، ده عباره عن مضاد حيوي، في منه حلو ما فيهوش بايظ. يعني البايظ طبعا هنرميه في الزباله، بس انا عايزه اشيل بقى من البصله كويس علشان مثلا البايظ ده مش يكون جنب السليم على طول. فانا لقيت فيه كتير جدا حلو بصراحه، خساره يترمي. إيه، لو انت عندك طيور حطيهم في طبق وشيلي بقى القشر، اللي هو القشر العادي ده، حطيه في كيس وارميه في الزباله. ولو انت عندك طيور هتجيبي الطبق وهتحطي اللي هو التالف من البصل او الحاجات اللي طالعه من البصل ترميها ليهم. شوفي واحده جارتك واديها البصل ده للفراخ بتاعتهم. عايزه اقولك ان البصل ده حلو جدا، مفيد يا بنات، مضاد حيوي. لو انت حتى عندك الفراخ بتاعتك صغيره حط لهم بصل، هتلاقيهم ماشيين في وشهم حلوين جدا، ولا بيحتاجوا التعب ولا بيتعبوا، ولا بيحتاجوا بقى مضادات حيويه ولا الكلام ده كله. فبصراحه انا استخسرت كميه البصل اللي طلعت اللي هو الهادر ده. فانا هاخده وهشوف بقى ايه، اطلعه لطيور، اديه لاي حد، اي حاجه. المهم ان انا مش ينفع ارميه في الزباله عشان بصراحه انا استخسرته. انما طبعا القشر عادي، انا بكون جايبه كيس جنب مني او احط القشر في الزباله، احطه في الكيس، والبصل هحطه في الطبق. يعني هو كده اي حاجه بقى. حتى لو عملت طماطم هشيل بقى العرق الاخضر ده ارميه في الزباله، والحته اللي هي الخضراء اللي بتبقى في الطماطميه نفسها ايه، احطها مثلا في الطبق لطيره او اي حاجه، هم اولى بيها بدل ما يترموا في الزباله. بصوا بقى، لما تيجي تشتروا البصل او تستعملوا بصل، هاتي البصلايه الوسط، ما تجيبيش البصلايه الكبيره. دلوقتي الدنيا غاليه، والبصل كان زمان التلاتة ب10 والأربعة ب10. دلوقتي ما عادش في الكلام ده خالص، يعني الكيلو نص عاد ب10. ده لو في موسم بتاع البصل، غير بقى لما تخش بقى ما عندكش بصل وفي اخر البصل ولا حاجه تلاقي الكيلو ب35 جنيه. تجيب البصله اللي هي حجمها وسط، ما تجيبيش البصله الكبيره. طيب، انا وحصل مثلا وجات عندي صدفه والبصلايه الوسط دي طلعت كبيره على الحاجه اللي انا محتاجاها. استعملت ولقيت بصلايه لقيتها كبيره وانا عايزه حته صغيره. خلاص انا هاخد البصلايه وهقطع منها حته وهي بقشرها، يعني وهي لسه كده بقشرها، اروح جايه واخده منها الحته اللي انا محتاجاها، وهاخد اللي انا محتاجاه هاخده على جنب عشان اقطعه مثلا في الاكل واقشره واقطعه في الاكل. طيب الجزء الكبير بقى اللي انا مش هحتاجه، هجيب يعني حته سمنه كده، ربع معلقه صغيره او نص معلقه على حجم بقى الحته المفتوحه دي، وهبدا ادهن البصله الحته المفتوحه دي بالسمنه بتاعتي واحطها في التلاجة. بس كده، وقت ما احتاج ياخدها كلها. طب انا مش عايزاها كلها برضه، دي كبيره عليا، خلاص انا هدهن الجزء المفتوح او الجزء اللي اتقطع بحتة سمنة كده، او حتة اي حاجة عندك، شوية زيت، بس يفضل السمنة طبعا عن الزيت، واحطها في التلاجة. السمنة هتعمل طبقة عليها، فهتمنع بقى الهواء على البصل على طول، فهتلاقيها حلوة ومعاكي وجميلة، وهتستعملها على طول من غير اي حاجة. حتى لو مش حطيتها في كيس هتلاقي البصلة حلوة ومش ريحتها تطلع ولا الكلام ده كله. خلاص، ده لو في حالة البصلة كبيرة. طب انا مش عايزة احط البصلة في التلاجة، خلاص انا هقطعها او انا هنضفها من القشر بتاعها عادي واحطها في كيس واحطها في الفريزر. بس هقفل الكيس كويس جدا جدا عشان الريحة والكلام ده. عندي كلمتين بس يا بنات بالنسبه للفيديو بتاع المره اللي فاتت اللي هو تنظيفات رمضان. لقيت كومنت بيقول لي هو احنا هنبدا تنظيفات رمضان من دلوقتي؟ عايزه اقول لك يعني وليه ايوه نبدا من دلوقتي. حتى التنظيفات دي بتبقى عشان خاطر راحتك انت النفسيه، بتبقي داخله الحاجه ونفسك مفتوحه عليها. انا اعرف واحده بتيجي على دخله رمضان او على دخله مناسبه او فرح او اي حاجه، وتروح جايه واخده الالمونيا بتاعتها وتفضل تدعك فيها بالسلك عشان تلمع. طب ليه؟ طب ما انا هلاقي ايدي تعبتني وايدي وجعتني، او انا مش هستحمل ادعك كل ده مره واحده. لا، ده احنا هنجيب حله واحده بس وكل يوم نغسلها غسله محترمه، هلاقي الدنيا معايا جميله وهحافظ عليها.
انا هدخل وهطبخ ونفسي مرتاحه لما الاقي الحله بتاعتي بتلمع كده وبتبرق. حد جالي في رمضان او اي حاجه ياكل وهو مرتاح، مش مثلا دخلت عندي المطبخ ولقت الالومنيا مصفرة كده فتقرف مني او تقرف من الاكل. فاحنا في غنى عن كده خالص. فشغل ان كان تنظيفات لرمضان او اي حاجه ما تقوليش لسه بدري، حتى اعمليها بينك وبين نفسك. اعملي كل يوم حاجه بسيطه، لو حتى 5 دقايق او 10 دقايق، المهم اعمليها علشان انت تبقى نفسيتك مرتاحه. طيب ده بالنسبه للي قالت لي هنبدا تنظيفات رمضان. نفس برضو يعني كومنت قالت لي ايه، انا استعملت المستر شاهين على البوتاجاز وبوظ لي البوتاجاز. عايزه اقول لك انا بستعمله على البوتاجاز عندي، بس مش بسيبه يمد يعني لمده اخره 15 ثانيه، ارش وعلى ما اجيب السلك والصابون واروح جايه دعكه على طول واروح جايه منشفه. انا حصل مره كنت بغسل المطبخ عندي وبعدين برش على مستر شاهين، وطبعا نزل عليه وقعد فتره على ما غسلت الحيطان ونزلت الميه عليها، ببص على البوتاجاز لقيته ان هو ايه، نقط عليه كده وعلامه النقط بتاعت مستر شاهين باينه عليه لانه نشف. فلقيته ان هي طفت. عايزه اقولك مع الوقت الطفد ده راح ورجع للمعته تاني. انا البوتاجاز بتاعي من فوق استانلس، فمعرفش بقى نوع البوتاجاز بتاعك ايه انتي، ممكن ما بيتقبلش حاجه زي كده. فاحنا لو عايزين نغسل السلس بتاعنا او البوتاجاز بتاعنا ما نغسلش الحنفيات. بصراحه انا ساعات بغسل الحنفيات والدنيا بتبقى جميله معايا لمع المكان معايا. طبعا الالمونيا لو سبتي المستر شاهين عليها هيطوسها لك، بس برضو مع الوقت لازم تدعكي فيها هتلاقيها رجعت زي ما هي جديده تاني. ولكن انت بتغسلي الالمونيا بتاعتك هي رشه عباره عن دقيقه واحده بس على ما تغسلي مثلا طبق واحد او طبقين بس بالكتير، وتغسلي الالمونيا بتاعتك هتلاقي الدنيا معاكي جميله. بس كده. انما بالنسبه لي انا بستعمل مستر شاهين على البوتاجاز وعلى كل حاجه بيبقى جميل. ممكن نوع البوتاجاز بتاعك انت اللي مش متقبل حاجه زي كده او نوع غير التاني، فبصراحه مش معرفش هو عمل معاكي انت كده ليه. بس كده بالنسبه لي خلصت فيديو النهارده. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. رجاء يا بنات لو حد بيتفرج على القناه ما ينساش يشترك فيها ويفعل زر الجرس واختار الكل عشان يوصلك كل جديد. ولو انت كملتوا معايا الفيديو للاخر حطوا لي لايك وانزلوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات ان احنا من الابطال، عشان انتوا فعلا من الابطال لانكم كملتوا معايا الفيديو للاخر. اشوفكم في الفيديو الجديد ان شاء الله على الف خير، مع الف سلامه.